بالنسبه للعقوبه ديال الكرا قال لي خوانك فقط كتعقيب. انا في نظري ديك العقوبه عقوبه عنصريه. الا ما كانتش عقوبه عنصريه يعني كاينه شي حاجه ضد المنتخب المغربي، حيت ما يمكنش، ما غاديش يتقبلها العقل. السيد مشى يسلم مع اللاعب، واللاعب هو اللي قبل الماتش، وما راكم شفتوا التصاريح ديالو وشفتوا كيفاش كان يتعامل في الماتش، وكيفاش ما بغاش يخرج، وكيفاش كان كيهضر مع الحكم، كيفاش كيهضر حتى مع مع الطاقم التقني ديال المنتخب المغربي. اللي شاف الفيديو المهم، داك الفيديو راه واضح واضح وضوح الشمس. السيد مشى يسلم معاه بصافي، ما وقع والو. دوك المناوشات اصلا كيوقعوا في التيرانات، شفناهم في كاس العالم، شفناهم في عده بطولات، وفقط في البطوله الافريقيه، وكنشوفوها حتى في هذا الشيء ديال التخربيقه ديال الكا ديما كنشوفوها. وانما ولكن حيت الامر كيتعلق ببيض وكحل ولا بالمنتخب، يعني خصنا نعاقبوا السيد اللي بيض. ماشي اللي فهمت. العنطيز اصلا عنده سوابق مع الفريق ديالو السابق. انا ما بغيتش نكون عنصري، وهذا الشيء ماشي عنصري من عندي، ولكني الحق يتقال. السيد عنده سوابق في الفريق ديالو السابق مونبولي، جرات عليه. علاش؟ السيد ماشي هو هذاك، ماشي هو هذاك. ودابا كاين في مارسيليا، يمكن حتى مارسيليا ما غاديش يطول معاهم. وشفتوا التصاريح ديالو قبل الماتش، قال لك انا داخلين الحرب. اش من حرب اخويا؟ راه لعبنا غير الماتش ديال الكره. وشفتوا كيفاش كان كيتصرف في الماتش قبل ما يصفر الحكم. ما بغاش يدخل، ما بغاش يخرج، دعا بالاصابه، ما بغاش يدخل، ما بغاش يخرج، وبقى كيهز في يدو وكيفهم في الفهمات واش المهم راه شفتو كاملين اللقطه. المهم التفسير ديالي لهاد العقوبه جوج: عنصريه ولا كاينه شي حاجه ضد المنتخب المغربي. انا ما بغيتش نقول ديك ما ندخل في النظريه ديال المؤامره كما الاخوان ديالنا الجزائريين وداك التخربيق ديال الكولاس، ولكن هادشي عنده جوج تفسير: اما عقوبه عنصريه ولا كاينه شي حاجه ضد المنتخب المغربي. هادشي اللي كاين. الصلاه والسلام.